مرحبا أطفالي الصغار. اليوم سأروي لكم قصة من القصص الكلاسيكية للأطفال، عنوانها الغراب والماء. إنه صيف لاهب جاف. كان الغراب يعاني من العطش الشديد، لكنه لم يجد ماء ليشربه. حلق الغراب من مكان إلى مكان آخر بحثا عن الماء. لقد أصبح منهوك القوة، وفجأة اكتشف الغراب بئرا على الأرض، فحلق الغراب بحماس نحو البئر. قال الغراب في نفسه: وجدت ماء أخيرا، لكن البئر لا يوجد فيه ماء ولو قطرة واحدة. وفي هذا الوقت لاحظ الغراب زجاجة للماء بجانب البئر. فرح الغراب فرحا كثيرا وقال في نفسه: يمكن أن أشرب من هذه الزجاجة، لكن الماء في الزجاجة قليل وفوهة الزجاجة صغيرة جدا. حاول الغراب أن يمد فمه إلى داخل فوهة الزجاجة، لكنه لم يستطع أن يطول الماء. حاول الغراب أن يحرك ويميل الزجاجة، لكنه لم يقدر على ذلك. كان الغراب غضبان لأنه لم يقدر على الشرب والماء موجود أمامه. مسك الغراب الزجاجة بجناحيه وهزها بقوة، لكن الزجاجة لم تتحرك. حاول الغراب أن يدفع الزجاجة برأسه، لكنها لم تتحرك. أصبح الغراب يعتقد أنه بليد جدا. أصبح الغراب عطشان وتعبان، وجلس على الأرض يائسا. وفي هذا الوقت شاهد الغراب كثيرا من الحصى على الأرض، فجاءته فكرة ذكية. رمى الغراب بفمه حصاة إلى داخل الزجاجة. وصل الغراب رمي عدة الحصى في الزجاجة، فبدأ الماء داخلها يرتفع. استمر الغراب في عمله وارتفع الماء أكثر وأكثر. ازداد حماس الغراب لرمي الحصى لأنه سيستطيع الشرب قريبا. ارتفع الماء حتى وصل فوهة الزجاجة، وأخيرا يمكن للغراب أن يشربه. شرب الغراب من الماء حتى اكتفى وانصرف محلقا في السماء بكل سرور. أعزائي الصغار، قصة الغراب والماء هي قصة مقتبسة من خرافات إيزوب في الإغريق، وتحكي القصة عن غراب عطشان وجد زجاجة فيها ماء قليل، لكن فوهة الزجاجة كانت صغيرة وضيقة، لم يستطع الغراب أن يشرب منها. عندما رأى الغراب كثيرا من الحصى على الأرض، خطرت بباله فكرة ذكية، فرمى بعض الحصى في الزجاجة فارتفع الماء، وأخيرا شرب الغراب الماء. هذه القصة تخبرنا أن الإنسان إذا كانت لديه أفكار علمية يستطيع التكيف مع جميع الظروف وتسوية المشاكل التي يواجهها. شكرا لكم على الإنصات، وإلى اللقاء.